عندي كام نقطة كده هنتكلم فيهم في التشكيل. أول حاجة وجود شوبير كحارس مرمى. أنا بصراحة بطمن جدا في وجود شوبير كحارس مرمى، وبحس إن الأهلي تقيل كده من ورا، وبنعرف نخرج بالكورة وفي أمان كده في الجون، وأنا ما بخافش بصراحة طول ما شوبير واقف في المرمى. النقطة اللي عايز أتكلم فيها بالنسبة للموضوع دوت، احنا اتكلمنا قبل كده في فيديوهات إن كان لما شوبير بيقف كان الشناوي بيطلع بره التشكيل، وحصل هياج الماتش اللي فات لما شوبير وقف والشناوي طلع بره التشكيل من جمهور السوشيال ميديا وبعض جمهور النادي الاهلي، وقال لك ازاي شوبير ما يقفش، يقف والشناوي ما يقعدلوش احتياطي. ده ما حصلتش قبل كده في النادي الاهلي، ولا عمرها بتحصل، ولا اي واحد مهما كان نجمه ان هو ما يقعدش لحد احتياطي. والحمد لله بعد الهوجه اللي حصلت ديت والحمله اللي حصلت دي، الشناوي رجع لمكانه الطبيعي، طالما ما بيلعبش في الملعب يقعد على الدكه زيه زي اي لعيب. هو مش اكبر من النادي الاهلي ومش اكبر من اي حد.